بص امامنا ماسكرانو، شوف قطع حلو قوي في العمق، وهنا سبق وحط فونزاليدا في ظهره، وانخيل دي ماريا ياخد ركله الجزاء في هذه اللحظات. ملعوبه حلوه قوي، لعوبه حلوه. الرقابه بقى على ميسي واجوايين وعلى اجويرو. وادي امامنا هنا بقى اللي يعني لقطه تعبر، ادي ادجاردو باوسا. ادجاردو باوسا حقق لقب ليبرتادوريس مع فريق سان لورينزو، ولكن هنا ميسي وحوار مع الزميل السابق طبعا الحارس برافو، عندما لعب في البارسا من 2014 حتى رحل الى مانشستر سيتي مع جوارديولا. ادي امامنا هنا الكره الثابته وركله الجزاء. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ميسي يسجل الهدف الاول، هدف ركله الجزاء، هدف رائع مع بدايه مثاليه هنا لمنتخب الارجنتين. رد الاعتبار، ليس هناك صقر في كرة القدم، بل هناك رد اعتبار، وهدف اول لميسي من ركلة الجزاء اللي حصل عليها انخيل دي ماريا مع التدخل من فونزاليدا، ويسجل ميسي هنا في هذه اللحظات هذا الهدف الاول هنا في مرمى الحارس كلاوديو برافو. ميسي هو الشعار. ادي ميسي البعض ينتظر ميسي مع منتخب الارجنتين، ينتظر ميسي مع لقب وبطوله مع الارجنتين، حقق كاس عالم مع الارجنتين على مستوى الشباب 2005، وحقق ذهبيه اولمبياد 2008، ولكن البحث عن البطولات طال كثيرا، وامل التاهل يزداد بهدف ميسي اللي بياتي عن طريق لقطه الجزاء.